هو اسمه ترخيص لكن حقيقته ما يسواش الحبر اللي اتكتب بيه. معظم المتداولين لما بيشوفوا كلمة ان البروكر المرخص بيطمنوا، لكن اغلبهم ما بيبقاش عارف ان في تراخيص اسمها تراخيص الاوف شور، تبان انها رسمية لكن في الحقيقة ملهاش اي قيمة ولا حماية. تخيل ان جهة الترخيص جزيرة عدد سكانها اقل من الحي اللي انت عايش فيه، يعني من الاخر لا في رقابه ولا في حمايه. في بروكرات بتروح تاخد تراخيص اوف شور من جزر بسيطه جدا زي سيشل او فانتاو او سان فينسنت. طب ليه؟ لانه ببساطه يا صديقي رخيص جدا وما فيهوش اي رقابه ماليه حقيقيه ولا في جهه تشكيليه لو فلوسك راحت. فالترخيص ده رغم انه ملهوش 30 اي لازمه الا انه بيسمح للبروكر يقول على نفسه انا شركه مرخصه، لكن لما هيتعمدوا خسارتك او يرفض لك السحب ويكون معاك ما يثبت انه نصاب مش هتعرف تاخد حقك من التراخيص دي. اللي عايزك تفهمه كويس قوي يا صديقي ان 90% من البروكرز اللي موجوده في السوق وبتسرق الناس عندهم تراخيص رسميه، لكن بتراخيص اوف شور يعني تراخيصهم دي ملهاش اي لازمه. فلازم تفهم عزيزي المتداول انك قبل ما تفتح اي حساب في بروكر شيك على التراخيص بنفسك وابعد تماما عن اي شركه ما عندهاش غير التراخيص الاوف شور او تراخيص من دول غير منظمه، لان التراخيص الصح المفروض انها تحميك مش هتبقى بس مجرد جمله الاقناع. فتاكد ان لو الترخيص ضعيف فسرقه فلوسك اقرب مما تتخيل. الجانب المظلم للتداول احيانا بيكون على شكل ترخيص اوف شور